حنونه وهي حنينه. بصوا ما شاء الله. زي ما اتفقنا عندنا حمام بصوا من احد الحمام الموجوده عندنا. هي كده جايبه الحصويتين والاتنين معمرين الحمد لله. لو شايفين الدم ده انا ما اعرفش واجيه منين. انا قلبت فيهم كويس ما فيهمش حاجه. وبصوا الدم منين بقى الدم ده كله انا مش فاهم، مع ان ده منظر حمام. طب انا عايز اقول لكم ان جوز الحمام ده المفروض دلوقتي ان هو قفل الريش اصلا. شايفين عامل ازاي من زمان قوي، وبجد من زمان. انا جايب السلكات بقى لها بتاع 20 يوم وهما بنفس الحجم ده ما كبروش. هو كل اللي حصل تغيير فيهم ان هم طلع لهم شويه الريش دول. والله كان تحت بيضه. ايدي النبي اتكسرت. شايفين انها كانت مخصبه والله. تعال يوم جديد وفيديو جديد عند الحمام. وطبعا عارف ان انا بقالي فتره بنزلش فيديوهات، معلش. فنرجع بقى نلتزم تاني ان شاء الله باذن الله. عايزكم في الاول تصلوا على النبي، واللي مش عامل اشتراك في القناه يا ريت يعمل اشتراك، عشان خلاص فاضل لنا اقل من 300 متابع نوصل 2000 متابع ان شاء الله، نوصل مع بعض باذن الله. فعايزك بقى تكمل معايا الفيديو الاخر كده عشان هوريك ايه فيديو جامد كده وممتع ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. يلا نبدا باول حاجه، نبدا بالسلاكه بتاعتنا. اول حاجه عندنا ما شاء الله القص دول، بسم الله ما شاء الله عليهم. دول تحتهم البطين اهمت ما شاء الله، الله اكبر. بس في حاجه انا عملتها يعني عموما، البطين اللي تحتهم دول مش بتوعهم هم، البطين اللي تحتهم دول بتوع القص الاسود الجمعيه. تلاقي هناك تحت الستاره ده. ليه؟ عشان انا عندي فيه فران في الاوضه، تمام، ولسه مش عارف اخلص منهم ازاي. فانا قلت انقل البيض ده هنا بحيث ان هم لو طلعوا دول يخرجوهم ويأكلوهم في السلاكه. كده الفران مش عارف يدخلهم السلاكه يعني. بعد كده عندنا فوزيه. طبعا هننضف النهارده ان شاء الله بعد ما نصور الفيديو، عشان شايفين النهارده الجمعه هننضف النهارده. الساعه دلوقتي 10 الصبح، فانا معايا وقت ان انا انضف. تعالي يا فوز. بسم الله ما شاء الله. ده زغلوله لسه مطلعها بقى يومين بالظبط ما شاء الله، الله اكبر عليها. شوفوا اللهم صل على النبي، ربنا يبارك فيه. بسم الله ما شاء الله. بس خلاص يا فوزيه. اوعى يا معلم، اوعى يا معلم، خلينا ندخل لك الوقت، اوعى. بعد كده عندنا تالت حاجه النهارده حنونه ما شاء الله عليها. حنونه وهي حنينه. بصوا ما شاء الله. زي ما اتفقنا عندنا حمام بصوا من احد الحمام الموجوده عندنا. هي كده جايبه الحصويتين والاتنين معمرين الحمد لله. ربنا يبارك فيهم ويطلع على خير ان شاء الله باذن الله. هو تقريبا في حاجه معينه، انا هوريكم حاجه دلوقتي، حاجه غريبه. السلاكه دي كلها يعتبر باضت، السلاكه الثانيه اللي هم الست بيبات التانيين ما فيهمش حاجه باضت. ما اعرفش ايه الفكره يعني. انا مش فاهم اشمعنى دول اللي باضوا دول لا. عموما الزاجل ما عنديش ولا اصل زاجل باض غير هو ذكر واحد بس، زاجل الابيض هو واحد بس اللي باض عندي. بعد كده عندنا الحلويات دي ما شاء الله عليها. بالمناسبه في حد كان عمال يقول لي عايزينك تسميهم، فانتوا اقترحوا علينا اسم وان شاء الله نسميهم له. كله يقول كده في الكومنتات وان شاء الله نسميهم باذن الله. حنيه اللهم صل على النبي. بس في حاجه هنا غريبه حصلت انا مش عارف ايه هي. شايفين الدم ده انا ما اعرفش واجيه منين. انا قلبت فيهم كويس ما فيهمش حاجه. وبصوا الدم منين بقى الدم ده كله انا مش فاهم، مع ان هم خلاص اطمنوا للسلاكه. يعني الاول كانوا بيقعدوا يخربشوا بضوافرهم عشان يطلعوا، دلوقتي خلاص اطمن زي ما انتم شايفين اصلا. شايفين الحنيه ما شاء الله، فهي خلاص اطمنت للسلاكه. بس ايه الفكره في الدم ده انا مش عارف والله. وفي حاجه ثانيه، شايفين ده زي ما قلت لكم الاصل الاسود الجماعيه غالبا طلعوا ذكرين، واحد منهم خد نتايه بس الثاني لسه شاكك فيها ذكر او نتايه. بسم الله ما شاء الله. الحلويات بتاعتنا نفسي اشوف ليهم زغاليل عشان الذكر بس يعني. انا نفسي متحمس قوي اشوف الخارج بتاعه ما شاء الله. يعني الله اكبر عليه، ذكر طول ولون. وعندك بصوا مستواه بسم الله ما شاء الله، لون العين كده والبق اللهم صل على النبي. لا ذكر الله اكبر، الله اكبر عليه يعني. خش يا معلم. بس كل ما اطلع عليه نتايه لا بحس ان الذكر ما بيرقدش، مش عارف ليه. دول طبعا لسه على الله ان شاء الله، ربنا يكرم ويبيضوا باذن الله. بس اللهم صل على النبي قص بسم الله ما شاء الله عليه يعني. شكلهم حلو قوي الله اكبر يعني. هيبيضوا ان شاء الله. بعد كده نخش لمين؟ لسماسيم. شايف الوحيده اللي تحتها قرف دايما، مش عارف ايه الفكره. مش عايز ابيض بس بسبب عيالها. شايفين يا جدعان؟ طب بالله عليكم ده منظر حمام. طب انا عايز اقول لكم ان جوز الحمام ده المفروض دلوقتي ان هو قفل الريش اصلا. شايفين عامل ازاي من زمان قوي، وبجد من زمان. انا جايب السلكات بقى لها بتاع 20 يوم وهما بنفس الحجم ده ما كبروش. هو كل اللي حصل تغيير فيهم ان هم طلع لهم شويه الريش دول. فانا مش فاهم بقى ايه الفكره، ولا هم ما بيكبروش ليه، ولا هم يظروفهم دول يعني. لو حد عنده فكره يقول لي. فكر اديلهم خميره يمكن تسند معاهم شويه ولا حاجه. بجد يا جدعان رفيعين قوي. يلا خش اطلعي بره كده عشان ما تتزنقيش. بعد كده عندنا الذكر الحلاوه ده بسم الله ما شاء الله عليه. لسه ما بيضوش طبعا لان انا لسه نايلهم في السلاكه جديد، فما اعتقدش انهم هيبيضوا دلوقتي. بس انا حطيتهم، انا الذكر طويل والنتايه طويله برده، مش عارف هيخصبوا ولا لا لو بيضوا هنا. فاحنا قلنا ان دي تجربه هنسيبهم. لو ربنا كرم وبيضوا هما الاثنين وخصبوه هيبقى كان بها، ما خصبوش هنسيبهم تاني ونجيب حد ايه من الحمام اللي في الارض ده نحط. عندنا لسه في زاجل في الارض، وعندنا في شقلباز وحاجات زي كده ممكن نحطها مكانها. فاحنا دينا متابعين معاهم للاخر يعني. بعد كده عندنا القص ده
برضو ولا بيض ولا اي حاجه خالص، وما اعرفش ايه الفكره. يعني ما مش عارف والله، يعني الحمام الزاجل ماله، مش عارف ليه هو مش مطمن للسلاكه ولا هو لسه مش وقته يحصي. بس انا ديني ساكت عليهم، نشوف هيوصل معانا لحد ايه. ودول نفس النظام، مع ان النتايه دي والله انا قلت لكم ان هي كانت بتلم قش قبل ما احبسها في السلاكه، كانت بتلم قش وخلاص اللي هي هتبيض، وحطيتها في السلاكه ما. يلا الحمد لله هيبيض ان شاء الله. طب حد يفرحنا فيكم طيب؟ برضو لسه حد طيب، اي حد فيكم يفرحنا بس يجيب لنا حصوايه، بس حصوايه واحده مش اتنين. بس اسكتي اسكتي، بدل ما انت عماله تزومي كده ولا بتبيض ولا مش حاجه. ده الوحيد اللي نصفنا في الزاج احي. طب والله كان تحت بيضه. اذن النبي اتكسرت، شايفين؟ هنا كانت مخصبه والله. تعال، يعني راس الزاج الوحيد اللي بباض، والله لك الحمد. البضع في ذمة الله، يمكن وقعت عشان الطاجن مكسور. هجيب لكم طاجن تاني، اوعي واقفه ليه كده، خليني احط لك الطاجن ان شاء الله. هجيب لكم طاجن حلو، ده ما عارف ايه السبب. يلا اللهم لك الحمد، الحمد لله. كل اللي يجيبه ربنا خير، الحمد لله. يلا بقى خلينا نتابع السلاكه بتاعتنا، شوف ايه اللي حصل جديد هنا. واللهم لك الحمد، كل الحمام اللي بره باض ما شاء الله، يعني كلهم باضوا. اما في السلاكه مش عايزين يبيضوا. ممكن زي ما انا قلت لكم ان هم مش مرتاحين للسلاكه. انا حاسس انا اعتقد ان سبب، يعني ايه سبب مقنع ان هم ما يبيضوش. عندنا اول حاجه القص البلدي ده ما شاء الله عليهم، والاثنين مخصبين. الله اكبر، ايه ده بتطلع اهي ما شاء الله، الله اكبر. بس انا عايز اوضح لكم بقى في الكاميرا كويس. اهي شايفين بتطلع ايه ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. وطبعا دي النتايه اللي هي الكبيره في السن، اللي هي بيضه بيضه هناك وصغيره، وانا عارف انها مش هتخرجها بس انا سايبها. النتايه ديت مش عارف، انا قلت اذبحها، ناس قالوا لي سيبها وخلاص. وفي نفس الوقت انا مش عارف اعمل فيها ايه بصراحه. دول ولاد القص ايه، ذكر الكريزلي والنتايه البلدي. عايز له نتايه كريزلي. بالمناسبه يا جدعان، لو حد فيكم كمل معانا لحد دلوقتي في الفيديو، عايز اسالكم على حاجه. لو في حد يعرف حد مضمون بس في نطاق الجيزه، عنده حمام هزاز او عنده حمام نفاخ او نمساوي، ويكون زغاليل او شبابات، عشان انا ما بشتريش حمام كبير، زغاليل او شبابات، يا ريت يعرفني مين هو ويكتب لي رقمه في الكومنتات، او يخلينا نتواصل معاه باي طريقه، عشان عايزين نجيب حمام جديد وما مش عارف اوصل لحد بصراحه، وما بنزلش السوق كتير بسبب شغلي. فان شاء الله باذن الله لو حد يعرف اي حد يبلغنا او يعرفنا عليه في الكومنتات، بحيث ان انا اعرف اشتري من عنده واجيب من عنده، عشان احنا عايزين نجيب حمام جديد. وحاجه كمان، يا ريت برضو لو لسه معانا لحد دلوقتي تصلي على النبي في الكومنتات، وتنزل وتعمل لنا لايك جميع عشان الفيديو يكبر، يوصل لاكبر عدد من الناس. وما تنساش تعمل متابعه، عشان خلاص هنوصل ايه 2000 متابع مع بعض ان شاء الله نوصل. عندنا بقى ايه ذكر الاسود الجمعيه ده، دول اللي احنا خدنا البيض بتاعهم حطيناه للقص البلدي اللي في السلاكه، وخدنا البيض بتاع القص البلدي حطيناه هنا. انا قلت مش هيطلع مخصب لان هم صغيرين قوي. بصوا صغيرين ازاي، استنى تصدق بالله اول مره اشوف ذكر حنين من غير ما احطه في السلاكه، بس الله اكبر عليها. استنى يا معلم، حاسس هتكسروا واحنا ناقصين، مصدقنا ما بيض. بعد كده عندنا هنا القص الشقلباز لمم قش. دي طبعا ايه بنت النتال اللي خانتنا وخانت العقل. ده الزغلول اللي كان عنده كنكر، اللي كنا بنعالجه فين في الفيديوهات الشورتس. استنى نطمن عليك. استنى يا معلم، استنى طيب. الحمد لله يا جدعان خف، مبقاش فيه اي حاجه خالص. اديت له الدواء لمده 3 ايام متواصلين زي ما اتفقنا مع بعضينا، والله لك الحمد خف بقى ايه زي الفل اهوت. واخوه راح فين؟ اخوه واقف على السلاكه فوق. عندنا والله شويه حمام حلوين، بس محتاجين نجيب سلاكات تاني. وعموما عندنا برضه حمام للبيع، هننزل فيديو حمام للبيع قريب للناس اللي عايز تشتري حمام. فعندنا كام قص كده حاسس ان هم زيادات هنبيعهم، وفي كام فرد كده برضه عايزين يتباعوا. فهننزل فيديو ان شاء الله حمام للبيع قريب. بعد كده عندنا ايه قص البلد اللي جايب الحصويتين دول ما شاء الله عليهم برضه، الاثنين مخصبين. احنا كده يعتبر عندنا كل الحمام باض، ما عندناش حاجه كده مش بيضه تمام. بس هي الفكره كلها في موضوع الفئران اللي ظهر جديد ده. هم عايزين افتح لهم الشبكه بتاعتهم، بس انا مش هفتح دلوقتي، لان انا لو فتحت دلوقتي العيال الصغيره هيقعدوا يحدفوا طوب عليهم، وانا مش ناقص كفايه الدكر اللي خدوه. يعني بصراحه الحمام العيال مبهدلين للحمام بمعنى الكلمه. بس يلا عادي الحمد لله. انا عندنا شايفين الفرد الاسود ده، الزاجل الاسود ده، اخوه طلع ذكر وخد نتايه بلدي تمام. هو انا شاكك ان هي نتايه مش ذكر، انا نفسي تطلع نتايه. يعني لو طلعت نتايه هي تتجوز الذكر بتاعها ويريحوني، مع ان لما كنت حابسهم هما الاثنين في السلاكه كانوا هما الاثنين بيعضوا في بعض. مع ذلك لما سيبتهم هما الاثنين، الذكر اللي تحت السلاكه اللي هناك ده خد النتايه البلدي، اما هو زي ما يعني هي دي تحس ان هي نتايه ساكته كده، وفي كوره بتزوم عليها، فمش عارف بقى ايه الدنيا فيهم. وعندنا طبعا بقى ايه يعتبر ال3 زغاليل دول 3 شبابات يعتبر هنبيعهم باذن الله. ممكن يبقى الاصل الاكول ده ممكن نخليه. بصوا عموما احنا هننزل فيديو حمام للبيع، واللي عايز حاجه يتواصل معانا وان شاء الله باذن الله ايه نديها له. انا عارف ان الفيديو النهارده ما فيهوش احداث كتير، بس ده عشان الحمام لسه ما اشتغلش اصلا في السلكات. عموما يعني ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تكون احسن باذن الله. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتصلوا على النبي في الكومنتات، ويا ريت كل واحد كده يدعمنا بكومنت جميل برده يقول لنا رايه في المحتوى. وفي نفس الوقت كل اللي مش عامل اشتراك في القناه يسعدني انه يعمل اشتراك دلوقتي عشان الفيديو بتاعنا يوصل ايه والقناه بتاعتنا تكبر مع بعض، وان شاء الله باذن الله نوصل 2000 متابع في اقرب وقت باذن الله.
والفيديوهات اللي جايه كلها ان شاء الله تكون احسن ان شاء الله. بس في حاجه كمان كنت عايز اقولها، شايفين النتايه دي بنت الدكر الاسود الجماعي اللي هناك ده، بفكر اديها للدكر ايه الكريزل اللي وراها ده، يا اما اديها للدكر الاسود الجماعيه ده بدل ما هي لوحديها عموما معهاش دكر. وانا على فكره هي لوحديها، فاعتقد ان دي لو دكر كانت هتزوم عليها، بس ديت برضه الدكوره هي اللي بتزوم عليها، فاعتقد ان دي انت ممكن نجوز دي وندي للكريزل للنتايه دي. قولوا لي رايكم برضه في الكومنتات وان شاء الله نظبط الدنيا مع بعض. في حاجه كمان انا نسيتها، في حد قال لو الاسم في الفيديو، وكويس ان انا افتكرت قبل ما في الفيديو، محمد ابراهيم ده اصلا انا عارفه بقاله فتره يعني بيعمل لنا كومنتات على كل الفيديوهات بتاعتنا، والراجل متابعنا من زمان، فاحنا لازم نقول اسمه، ويا ريت الناس كلها ايه اللي حابب ان انا اقول اسمه بعد كده في الفيديوهات بتاعتنا يكتب اسمه في التعليقات، وان شاء الله نقول اسمه في الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.